أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن أزرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن أحبهم فاحشروا اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. الإمام المهدي، هل الإمام المهدي بحاجة إلى 313 واحد؟ هل الإمام المهدي بحاجة إلى السبع علماء اللي هيبيعوه؟ ما هو بيقال إن هم في الأول هيبيعوه 7 علماء، فهل هو محتاج لهم؟ وهل لهم لازمة؟ وهل 313 لهم لازمة؟ لو الإمام المهدي محتاج لواحد يبقى ممكن يفشل، واحد بس من البشر يبقى ممكن يفشل، لأن المثل بيقول لك ما حك جلدك مثل ظفرك. محدش هيخاف عليه غير نفسك. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى الإمام المهدي واختاره، فهو وحده الذي يحتاج إليه الإمام المهدي هو الله. أما اللي هيبقوا حواليه فهم منتفعين، 313 السبعة كل دول منتفعين من الإمام المهدي. أما الإمام المهدي فليس بحاجة إليهم على الإطلاق. ليه؟ بالعقل كده يعني، لو قلنا إن هم دول جنود الإمام المهدي 313 دول، لازمتهم إيه؟ 313 ألف حتى، 313 مليون، ولا لهم لازمة بالنسبة لعدد العالم، عدد سكان العالم. الإمام المهدي هو خليفة الله على الأرض، وليس خليفة رسول الله أو خليفة أحد الخلفاء. له صفة خاصة عن باقي الأئمة. الأئمة الآخرين من أول الإمام علي لحد الإمام الحسن العسكري كانوا في احتياج للناس وخذلهم الناس كلهم بلا استثناء. الإمام علي خذلوه، ما لف عليهم وقال لهم تيجوا 40 واحد محلقين وبتاع، ولا جه منهم غير 4، وواحد بعد منهم من ال4 ارتد بعد كده، اللي هو الزبير، ولم يثبت معه إلا الثلاثة الأخيار سلام الله عليهم، أبي ذر والمقداد وسلمان. لازم نكون عندنا فهم ومعرفة. الإمام المهدي مش محتاج لحد. الإمام المهدي مؤيد بالملائكة، مؤيد بروح القدس، مؤيد بالله. قلنا قبل كده إن سلاح الإمام المهدي هو لسانه، وهو التضرع والدعاء إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قلنا إن أهل البيت قالوا على لسان الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه إن هذا للمهدي، وإن الكتب السماوية كلها اللي ذكر فيها أنه قديم الأيام هذا اللي هو الإمام المهدي سيفه يخرج من فمه، سيفه يخرج من فمه ذو حدين، سواء في سفر الرؤيا، في الأسفار الأخرى، في كل الكتب السماوية الأخرى. أما ذكر بهذه الصفة وبهذا الوصف. فالإمام المهدي مش في حاجة لحد، احنا محتاجين له. الإمام المهدي المنتظر، نحن ننتظر وجوده، لأنه ليس موجود حاليا، وإن كان موجود كشخص أو كإنسان عادي، لكن تكليفه بالإمامة وتكليفه بالمهدية لم يأتي بعد. ولو جاء إليه التكليف بأنه يبقى الإمام المهدي
من الله لن يتأخر ساعة واحدة عن تلبية هذا الأمر، وإلا يكون مقصر. عشان خاطر كده إمام المهدي عند الشيعة طبعا ده قمة المهانة والاستهانة بالإمام المهدي، إنهم يقولوا الإمام المهدي هو محمد بن الإمام الحسن العسكري. ده قمة المهانة والاستهانة بالمهدي. المهدي ده جبان، المهدي ده خواف، المهدي ده رعديد، المهدي ده مستخبي، المهدي ده سايب الأجيال دي كلها عمالة تروح جهنم جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، وهو قاعد مأنتخ. ثم إن عندكم يعني كشيعة أو ما يسمى بالشيعة، قلنا قبل كده إنهم مش شيعة ولا نيلة، قلنا إن شاءت عليهم سلمان والمقداد وأبي ذر والحسن والحسين، أما الباقيين كلهم فهم محبين. وقلنا إن زي ما الإمام علي تتفرق الأمة على 73 شعبة، 60 من المخالفون فهم في النار، و13 يدعون محبتنا، 12 منهم في النار وواحدة في الجنة. طب ال 13 اللي بيدعوا محبتنا دول في الجنة فيهم من هي؟ أقول لك إن في الجنة دي طبقا لحديث رسول الله إن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، دي هي الطائفة الناجية. فأي طائفة أعلنت نفسها وتعدى عددها 70,000 هي من طواف أهل النار، سواء كانت من ده أو من ده، كله محصل بعض. لأن طائفة أهل الجنة اللي هي طائفة المحبين لأهل البيت الناجية، فهي قلنا 70,000، مش هيبقوا 70,000 واحد من أيام الرسول لحد قيام الإمام المهدي. عشان كده كل واحد يراجع نفسه. احنا قلنا احنا ما لا سنة ولا شيعة ولا كلام فارغ منا، احنا مسلمين نتبع الحق اينما كان، سواء كان مع السنة او مع الشيعة. فانا ارى ان مسألة الامام المهدي فهي في ما روي عند السنة افضل من تخاريف التي قيلت عند الشيعة. وبعدين انتم في الشيعة فيما يقول عنكم الشيعة يعني بيتقال عنهم ايه؟ ان الامام المهدي له غيبة. الغيبة معناها عدم الوجود، وانتم تؤمنون بالغيبة. انما هو لو موجود ومستخبي او مختفي يبقى مختفي مش غائب، ده موجود. الغيبة هي عدم الوجود، مش موجود اصلا، له غيبة، غيبة طويلة وصلت دلوقتي 1200 سنة مثلا. اما اللي هيحصل في الايام اللي جايه زي ما قلنا ان فلسطين غزة هتتدمر تدمير شامل بفعل الصهاينة، ودي هيبقى اذان بهلاك بني صهيون. الهلاك الاول ده الفساد الاول بتاعهم والعلو الاول بتاعهم، فهيجي لهم الروس مع الايرانيين مع الاتراك مع دول وسط وجنوب اسيا اللي هي تركمانستان اوزبكستان، الدول اللي هي الاسلاميه دي، وليبيا والسودان واثيوبيا، دول كلهم هيجتمعوا مع بعض ويروحوا يجتاحوا اسرائيل دي في ساعه زمن. وقلنا ان اليهود هيهربوا يروحوا على الجزر اللي واخدينها في اليونان ويستنوا، لان المساله كلها بالنسبه لهم هتبقى اقل من سنه ونص، يعني اللعبه دي كلها تاخد لها سنه ونص، واعتقد انها قربت جدا، يعني قربت يعني. لان معروف ان قيصر الروس ده المفروض ان هو اللي هو يحكم 9 شهور، وبعد كده يحصل الخلاف بين الروس والمسلمين اللي هم الروم الشرقيين والمسلمين. واحد هيقول غلب الصليب او على الصليب، فالمسلم مش هيعجبه هيطير رقبته، تقوم حرب بينهم من بعض، ينتصر المسلمين في النهاية بعد ما يفر تلت الجيش الأول دول لا يتوب الله عليهم أبدا، وهيستشهد تلت
فهم من خير الشهداء وهينتصر تلت. وبعد كده يقعدوا 7 شهور على ما يرجعوا لأرض فلسطين تاني اللي هم الصهاينة، لأن تقريبا هيبقى فيه ضرب كيماوي نووي حاجة، المهم حاجة تمنعهم يعني من العودة. وبعد كده يرجعوا تاني ويعلوا تاني علو أوسخ من الأولاني، ويفسدوا فساد أوسخ من الأولاني. فيجي لهم الخراساني من خراسان ومصر من مصر، فيبيدوهم حرب الإبادة لليهود أو الصهاينة أو بني إسرائيل اللي هم موجودين في أرض فلسطين دي كلها. ودي الحرب اللي قال فيها الرسول يحاربهم معهم الشجر والحجر ويبيدوهم. وبعد كده يظهر الإمام المهدي طبعا، وقلنا الإمام المهدي ملوش لا حروب ولا كلام فارغ من ده. قلنا الإمام المهدي له ملاحم زي ما الرسول أخبرنا، والملاحم التي تكثر فيها اللحم دون حرب أو دون سلاح، يعني يكثر في اللحم بلا روح دون قتال. وده طبعا هيبقى بدعاء الإمام المهدي زي ما قلنا، إن أول حاجة اللي هو جيش الشام اللي هيروح له، فهيدعو الله وهيباد هذا الجيش في البيداء، هتخسف بيه الأرض هتشاء وتبلعه ونخلص منه. هيجي بعد كده جيوش الغرب أما تيجي ترجع لمصر تاني علشان تحارب الجيش المصري وترجع الخاين تاني للحكم. الإمام المهدي هيدعو الله، فهيبتلع الجيش ده البحر، هيبتلع الجيش ده البحر المتوسط، أكتر من 1,000,000 واحد هيبتلعهم البحر في ساعة زمن، في لحظات لا ينجو منهم إلا مخبر بحاملات طائراتهم بغواصاتهم بكل اللي فيهم، في ثانية مش موجودين. وده اللي أنا أعرفه من قراءاتي. وقلنا إن مصر مش هتدخل أصلا في التحالف بتاع روسيا وإيران وتركيا والدول التانية دي ضد الصهاينة، لأن احنا الحمد لله عندنا خاين عميل صهيوني بيحكم في البلد. ممكن ده هيبقى من الأسباب اللي تعجل بالانقلاب عليه وقيام الجيش المصري بتحرير أرض مصر من الخونة وتنظيف أرض مصر من الخونة. ويجي صحابي مصر اللي هو يجي بعد كده اللي هو يبقى دوره بعد كده إنه يقاتل اليهود مع الخراساني أو يسلموا الأمر للإمام المهدي. الأفكار كتيرة ومتلاحقة وممكن ما نقدرش نلمها كلها، لكن اللي احنا عايزين نقوله إن الإمام المهدي ليس بحاجة إلى أحد. الإمام المهدي هو بذاته قائم، عشان خاطر كده في مقولة يقول لك والله لا يصلحن الدنيا وهو جالس في بيته، يعني ده يقدر يصلح الدنيا كلها وقاعد في قلبه وقاعد في مكانه وما يتحركش. هذا هو الإمام المهدي. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأدعو الله أن أكون مصيبا فيما قدمت، وأنا لا أقول إلا ما أنا مقتنع به وعندي الأدلة الكافية على إثباته. ولو رجعنا في سفر عمويس هتلاقي الكلام ده موجود، اللي هو بتاع فلسطين واللي هيحصل لإسرائيل بعدها وبتاع ونهاية إسرائيل إزاي، في سفر عمويس وفي سفر حزقيال صح 38-39، وفي سورة الإسراء في القرآن طبعا موجود الكلام ده، لكن مش مفسر قوي. لما تقراه وتقرا التفسير اللي بتاعه اللي موجود بقى في دول هتلاقيه مشروح اكتر، وكيفية الحدوث مشروحة اكتر. هذا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.